عايزين يوقعوك، هم اصلا بيكرهوك، بيتمنوا اصلا ان انت تسقط. دايما بتلاقيهم حواليك مش حابين نجاحك، دايما مهما عملت مش حاسين بمقدارك، دايما كلما قدمت لهم لا يقدمون لك شكرا. انما هؤلاء يريدون منك ان تسقط، انما هؤلاء يريدون الا يكون لك وجودا اصلا. دي يا صديقي ضريبة النجاح. النجاح له ضريبة. بعض الناس فاكر ان هو اول ما ينجح هيلاقي كل اللي حواليه بيسقف له. طب اذا فين الحاسدين؟ فين الحاقدين؟ انت لست افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له حاقدين وكان له حاسدين. وسيدنا الامام الشعراوي رحمه الله بيقول مقولة جميلة جدا: اذا لم تجد لك حاقدا فاعلم انك انسان فاشل. اذا كل ناجح له اعداء. اذا النجاح له ضريبة ولا بد وان تدفع. لازم يكون لك ضريبة، لازم يكون في ناس حواليك اصلا مش عايزينك، يتمنوا اصلا فنائك. لازم وانت بتعافر تبقى عارف هم هيقولوا عليك ايه. بعض الناس لو شربته عسل مش حاسس اصلا بمقدارك وبينكر اصلا فضلك. دول ابعد عنهم وانت الكسبان، دول ابعد عنهم وانت هترتاح نفسيا. ايا كان علاقته بيك، ان كان صديق او ان كان نسيب او ان كان ايا كان، طالما انسان هيتعبك نفسيا ابعد عنه وانت الكسبان. لازم الانسان يكون له اعداء، واي حد ناجح لازم يكون له اعداء. ودايما الانسان لو شك وهو ناجح انه هو مالهوش اعداء فحاجة من اتنين: اما انه هو اصلا مش داري ومش عارف مين اللي حواليه، او هو اصلا انسان فاشل مش ناجح. لان النجاح له ضريبة، والنجاح ضريبة النجاح انك تجده بعد الحاقدين وبعد الحاسدين. وبعض الناس والله لو عملت عشانهم مهما تعمل مش هيحسوا اصلا ان انت عملت حاجة. انت اصلا عملت ايه؟ انت اصلا قدمت لي ايه؟ مهما تقدم للناس ديت، الناس دي اصلا مش هتشكرك، لان هم اصلا مش حابينك، لان هم اصلا مش حابين وجودك، لان هم اصلا مش عايزينك. الناس دول ابعد عنهم وانت الكسبان. الناس دولت لو بعدت عنهم هتعيش في سلام نفسي. الناس دولت لو بعدت عنهم هتعيش مرتاح نفسيا. محدش يستاهل انك تتعب اعصابك علشانه، ولا حد يستاهل انك ترهق نفسك علشانه، ولا حد يستاهل ان هو اصلا يعطل تفكيرك. ما تعطلش تفكيرك. الدنيا للناجحين مقدارها ضيق. انجح واكبر وافلح واعمل كل اللي نفسك فيه، لكن اوعى تنتظر من ندل انه يشكرك، اوعى تنتظر من انسان حاقد ليك انه يشكرك، اوعى تنتظر من انسان لا يحبك ولا يعرف مقدارك انه هو يشكرك. دايما لنا حاقدين ودايما لنا حاسدين، كما لنا ايضا محبين. فكن للحبيب محبا وكن للبغيض الانسان اللي بيكرهك ابتعد وانت الكسبان. ابتعد عشان تعيش في سلام. الدنيا مش سهله ان انا احرق في اعصابي علشان حد. محدش اصلا يستاهل ان انا احرق في اعصابي علشانه. محدش اصلا يستحق ان انا اضيع وقتي علشانه وجهد علشانه. لا، الانسان اللي حاسس بقيمتي مرحبا بيه. الانسان اللي مش حاسس بقيمتي انا اصلا مش هفكر فيه ومش هضيع وقتي علشانه ومش هقف اصلا قدامه. ده انا لما اشوفه انا هبتسم. اضحك، ابتسم في وش عدوك عشان حتى ينفجر من الداخل. الابتسامة لها مقدار كبير، والابتسامة من صفات الناجحين. واعرف يا صديقي، خليك عارف كلمة مهمة جدا: ان بعض الناس لو قعدت جنبيه هيجيب لك اصلا احباط، هيجيب لك اصلا اكتئاب. كل واحد فيه اللي مكفيه، وكل واحد عنده مشاكله الخاصة بيه، وكل واحد ظروفه زي التانية مع اختلاف المسميات. ولكن في النهاية بتلاقي انسان عنده تفاؤل وعنده امل. لو قعد معاك
بيبث فيك روح الأمل ويبث فيك روح المحبة. وبعض الناس أصلا لو أنت قعدت جنبيه مش هتاخد من لسانه إلا ندب، بيندم على اللي بيعمله، وبيندب على حظه. دول أصلا لو أنت أصلا قعدت معاهم وضيعت وقتك معاهم هتقوم أصلا تعبان نفسيا وصحيا. فخلي الإنسان اللي هو دايما بيحب يتكلم كتير، ودايما بيحب يشتكي كثير، ودايما حاسس ان هو مظلوم، ودايما حاسس ان الدنيا جايه عليه، ودايما حاسس ان دايما حقه ناقص، ابعد عني، انا مش فضيلك. الانسان ديت انا اصلا ما عنديش وقت اضيعه معاك، انا اصلا وقتي يعني غالي عليا، أولادي محتاجيني وأنا محتاج نفسي وأهلي محتاجيني. فسحقا لكل من اشتكى ربه تبارك وتعالى إلى العباد، شكرا لكل من اشتكى ربه تبارك وتعالى إلى العباد، لا نصاحبهم وليس لنا علاقة بهم. كان معكم الداعية أحمد محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.